الناس اللي باغا تمشي لاندونيسيا سياحة من المغرب، فانني كنصحها تزور هذا البلد الجميل. هي اصلا باش نكونوا اكثر واقعية، هي دولة زوينة، يعني دولة مسلمة وفيها كل شيء زوين، كل شيء رخيص، ولي زوطيل ديالها رخاصين بارابور. باش نكونوا المشكل اللي كاين ماشي مشكل بحد ذاته، هو هو الطيارة. الطيارة شوية غالية، يعني كما كيقولوا الشي كيغطي بشي، ولكن لوطيلات راه رخاصين، راه تقريبا 200 درهم مغربيه راه تاخذ اوطيل زوين، واوطيل فيه لابيسين من الفوق، والمواصلات راه رخيصه. وزيد على ذلك يعني ديك المصاريف ديال الميلاد ديال الفيزا اللي دفع مثلا شينغن، تقدر تستثمرها، او تقدر يعني تريزرفيها في هاد الامور ديال انك تزيدها في الطياره مثلا. اوكي. ومن الاحسن مثلا اذا لقيتي شي فول رخيص قطع عن بعد، يعني مثلا غادي دير السياحه في شهر جوج ديال 2026، دابا دخل وريزرفي غتلقاها شويه رخيصه. المشكل شنو هو؟ المشكل هو اننا كنزيرو في الفول وكنمشيو وكنقطعو سير لو شو. هذا هو الخطا اللي كنديرو كاملين. انت عدير السياحه بروغرامي قبل انك عدير السياحه، ماشي حتى الاخر تقلب لك الهيت. يعني عدير السياحه في اندونيسيا مثلا في شهر جوج 2026، وندخل دابا نقلب لي فول اللي رخاصين وريزرفي، ونحط التيكي ديال، نحط بيطول بي ديال الطياره ديالي، وهنا ربحت واحد البي رخيص. اوكي. حيت واخا الطياره ديالها غاليه بارفو كطيح في لي فول رخاصين. وهي بلد رائع جدا، بلد زوين ان شاء الله يا ربي. اذا كتب غادي نسافروا ليه الا سهل الله. نتمنى ندير لكم شي فلوق رائع جدا في ديك البلد الجميل، اللي الناس مش اصحابي مشاو وتقامت عليهم يعني رخيصه. هما عوض ما يضيعوا وقتهم والرونديفوات والروينه وطلعوا وهبطوا، والجواب خصو 30 يوم ولا 40 يوم، يعني 40 يوم تقريبا 72 يوم حتى ل 60 يوم عاد يجاوبوك، عاد تاخذ الفيزا، عاد هذه ديك المده ديال الانتظار. وهذه بروفيتيها في اندونيسيا، ونتمنى لكم ان شاء الله الخير.